لا يغرنك الشيطان فتظن أنك إن حرمت الرزق فقد أهانك الله، بل قد يكون حرمان الرزق إكراما لك. يقول الله سبحانه وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا. أي ليس كل من نعمته ووسعت عليه رزقه أكون قد أكرمته، ولا كل من ابتليته وضيقت عليه رزقه أكون قد أهنته، بل أبتلي هذا بالنعمة وأكرم هذا بالابتلاء. فاعلم أن الله عطاؤه عطاء ومنعه عطاء. أنوار التنزيل